سلام، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. عواشركم مبروكه، الله يدخلها علينا وعليكم الصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا غادي نشارك معكم اليوم الشباكيه اللي كتجي هشيشه ومعلكه. الا بغيتوا تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير بقاو معايا حتى الاخير. بالنسبه للمقادير انا استعملت 2 كيلو ديال الدقيق الابيض، غربلته، غادي نزيد عليه 400 غرام ديال الزنجلان، اي ما يعادل 4 الكيسان ديال الزنجلان. صهدته في الفران وطحنته مزيان كما كتشوفوا معايا. غادي نزيد عليه 2 معالق كبار ديال حبه حلاوه مطحونه ومغربله، 2 معالق كبار ديال النافع مطحون ومغربل، 2 معالق كبار ديال القرفه، راس معلقه ديال البوزه وشويه ديال الملحه. وغادي نزيد 2 اكياس ديال خميره الحلويات. غادي نخلط هاد العناصر مزيان حتى كتنسجم مع بعضياتها. عاد من بعد غادي نزيد الزيوت او الزبده والزيت. كنزيد 2 كيسان ديال الزيت، ممكن نخلطو ما بين الزيت الروميه والزيت البلديه. وكنزيد 2 كيسان ديال الزبده مذوبه. دائما انا هنا كنذكر بانني كندير المقادير او العبار ديال 2 كيلو ديال الطحين. هنايا كما كتشوفوا معايا كنخلط هاد الزيوت او هاد الليدام مع الدقيق حتى كيتشرب لينا الدقيق كاع هاد الليدام اللي درنا ليه وكيولي مرمل. كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديال الدقيق من بعد تلبس بالليدام. دابا غادي نزيد 2 اصفار ديال البيض، غادي نزيد عليه 2 كيسان ديال الماء الزهر، كل كاس دوبت فيه معلقه ديال الخرقوم البلدي. وغادي نزيد نص كاس ديال الخل. غادي نبدا نعجن وغادي نعمر دوك الكيسان اللي ذوبت فيهم الخرقوم، وهما نفسهم اللي غادي نعمرهم بالماء. غادي نعمر 2 كيسان وهما باش غادي نعجن الخليط. هذا هو الكاس الاول كنزيدو على الخليط. كما قلت لكم راه غير الماء، واخا تشوفوه صفر حيت عمرت نفس الكاس اللي كنت ذوبت فيه الخرقوم البلدي. زدت الكاس الاول وغادي نجمع. ملي كنحتاج الماء الكاس الثاني غادي نبدا نزيدو شويه بشويه، ما كنزيدوش دقه واحده حيت حاجتنا بالعجينه تكون قاصحه بزاف، يعني ماشي ما تكونش رطبه. الا بغينا الشباكيه ديالنا تجينا هشيشه ومعلكه وما تجيش قاصحه، خص العجينه هي اللي تكون قاصحه. كما كتشوفوا معايا هنايا راه بدات كتجمع العجينه وكنرش غير شويه ديال الماء، ما كنكبش الماء بزاف. الجهد اللي غادي يجمع ليا العجينه فقط. هذا هو الشكل ديال العجين بعد ما جمعته. كما كتشوفوا معايا راه باين بانه العجينه راه قاصحه، ولكن مع الدليك ومع كنخليوها ترتاح وكنغلفوها مزيان بالسيلوفان اولا بالبلاستيك فكتطلق واحد شويه، ولكن هي كتبقى قاصحه، يعني خصها تبقى قاصحه ماشي تكون رطبه بزاف. دابا غادي نقسمها الى 4 ديال الكويرات، غادي نكورهم اولا غادي نديرهم على شكل باغيت وغادي نغلفهم مزيان بالسيلوفان وغادي نخليهم يطلقوا على راحتهم. ممكن تخليوهم وقت ما بغيتو، ما كاين حتى شي مشكل. كما شفتوا معايا هذا هو الكاس الثاني، تقريبا شاط ليا فيه الربع، يعني الكاس الاول درتو كله والكاس الثاني تقريبا 3 ديال الارباع بقى غير الربع. هنايا راه خليت العجينه حتى ارتاحت، انا تقريبا خليتها شي ساعه. دابا غادي نطلقها وغادي نطلقها واحد شويه على الطول وعلى العرض وغادي نشكلها على شكل مسمنه. من بعد ما شكلت العجين كله على شكل مسمنات كما كتشوفوا معايا، غادي نغلفوه مزيان بالسيلوفان وغادي نخليه يرتاح، نخليوه قد ما بغينا، ما كاين حتى شي مشكل. هنايا كناخذ العجين القطعه الاولى اللي شكلت اللي كتكون طلقات،
وغادي نسرحها شويه هكا على طول وعلى عرض، وغادي نقطعها القطع بحال هذا الشكل هذا باش نسهل عليا العمليه ديال التورق في الاله ديال التوريق. هنايا قطعتهم بهذا الشكل هذا، وغادي نعاود نسرحهم حتى السمك اللي غادي يقدر يخرج ليا من الماكينه ديال التوراق. ودائما العجين اللي ما كنخدمش به كنسد عليه في بلاستيكه هكا، كتبقى العجينه كتطلق وما كتقصحش اكثر، حيت ديجا عندنا العجينه ديالنا قاصحه، فخصنا نسدو عليها في بلاستيكه باش ترطب وتعاوننا في الخدمه. هنايا كنخرج في الوراقه، انا عندي رقم واحد هو اخر رقم، ولكن كنخرجها في جوج، وكتبان ليا العجينه باقا غليظه شويه كنزيد نسرحها شويه بالمدلك، وكنقطعها بهاد القطعه هادي. كاينين جوج احجام على ما اظن، كاينه الصغيره وكاينه هادي، انا كنستعمل هادي اللي الكبيره. بالنسبه للتشباك غادي ناخذ الشريط الاول، غادي نلصقو مع الثالث، وغادي ناخذهم جوج نلصقوهم مع الخامس، وغادي نلصق هاد الجوانب هادو، وغادي نقلبها مباشره بهذا الشكل هذا، وكنفينيوها الا بانت لينا ما مقاداش. الا بان لينا بانوا لينا الاشرطه مخربقين كنوقفوهم وكنقادوهم بهذا الشكل باش تعطينا هذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. بنفس الطريقه غناخذ الشريط الاول، غادي نلصقو مع الثالث، وغناخذهم جوج نلصقهم مع الخامس، وغادي نلصق هاد الجوانب هادو كما شفتوا معايا، وكنضغط شويه وكنقلبها، كنضغط على داك الجوانب اللي لصقنا وكنقلبوها وكنفينيوها هكا، وكتكون بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. هذه واحد التشبيكه اخرى بطريقه اخرى، ولكن حتى هي كتجي زوينه. كناخذوا جوج اشرطه كنقلبوهم على جوج الثانيين، كيبقى لينا واحد كنعاودوا نقلبوها، كنلاصقوا الاطراف ديال هذا الشريط اللي كيبقى بوحدو بهذه الطريقه هذه، بحال اللي كنديروا واحد الدائره. غادي نخشيو منها الصبع ديالنا وغادي نقلبوها ونفرقوهم على جوج بهذا الشكل هذا، وكنعاودوا نقرصوا الجوانب بهذه الطريقه هذه. دائما كنقرصوا مزيان وكنلصقوا العجين مزيان باش يبقى لاصق، باش ما يتحلش لينا في الطياب. وهذا هو الشكل ديال هذه الطريقه هذه، كيجي الشكل ديالها زوين. هنايا من بعد ما شبكت كاع العجين اللي عندي خليته بات ليله كامله حتى الغد ليه، عاد بديت كنقلي ونعسل. هنايا العسل زدت ليه واحد القطيره ديال روح الزهر وغادي نخلطو. العسل ما سخنتوش. بالنسبه للزيت درت الزيت في المقله، خليتها حتى سخنات مزيان، عاد من بعد بديت كنرمي فيها الشباكيه، وبمجرد كنرمي الشباكيه كنقص على العافيه، ما كتبقاش العافيه مجهده. بمجرد ما كتشد لينا شويه الشباكيه في راسها كنبدا نقلبها حتى كتاخذ لينا واحد اللون اللي ذهبي. ملي كتاخذ اللون الذهبي كنعرفوا بان الشباكيه ديالنا راه طابت، وكنصفيوها من الزيت، عاد كنرميوها في العسل. وديجا راه حتى العسل كيزيدها زعما تحمر، كتولي محمره اكثر، حيت كاينين الناس اللي كتعجبهم الشباكيه محمره داك كيخليوها في الزيت بزاف وكتصدق كتحرق لهم، وما كيقول لك راه غير تحمرات، ولكن صراحه كيجي فيها المذاق ديال الدقيق محروق. كما شفتوا معايا هنايا كنكمل اي وحده طابت كنديرها في الصفايه ديال الزيت حتى كتصفى من الزيت، ومن بعد كنطفيها في العسل. وحتى ملي كنطفيوها في العسل كنعرفوا بان الشباكيه اللي كنوجدوا بالزنجلان راه كتجي هشيشه بزاف اكثر من ديال اللوز. داكشي علاش كنرميوها بشويه في العسل، وحتى ملي كنبداو نطفيوها ما كنضغطوش عليها بزاف. ملي كنكمل القليه الاولى كنطفي على الزيت باش تبرد واحد شويه، ومن هانيت كنخليو الوقت ديال الشباكيه اللي في العسل تشرب العسل. ملي كتبان ليا الشباكيه انا تشربات العسل وملي غادي نبدا نصفيها من العسل، غادي نشعل على الزيت على المقله، وغادي نخليها حتى كتسخن، ونعاود ندير فيها الشباكيه باش تقلى. وكنقص دائما كنقصو ملي كنديروا الشباكيه في المقله كنقصو باش ما تحرقش لينا دغيا. وكنكمل بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي. عاد من بعد كنعاود نعسلها من الفوق، كنخوي عليها شويه ديال العسل وكندردر عليها الزنجلان.
هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالي اللي كتجي مجعبه وشاربه العسل مزيان، كتجي في المذاق ديالها هشيشه بزاف ومعلكه. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. كنشكركم بزاف على وقتكم، على المشاهده ديالكم. بسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.